الحمد لله خالق الأرض والسماء، والصلاة والسلام على خير الأنبياء وعلى آله وصحبه الأتقياء. أما بعد، مرحبا بفصل الشتاء. سنستعرض في هذا التسجيل القصير إن شاء الله سبحانه وتعالى بعض الأحكام التي تعترض المسلم في هذا الفصل الكريم. أولا، لفظة الشتاء ذكرت في القرآن الكريم مرة واحدة، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وفي هذا الفصل يتجلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وتتجلى عظمته بإنزال الأمطار وإحياء الأرض بعد موتها. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. والنوء هو وجمعه أنواع، وهو مكان القمر أو منازل القمر في السماء. فقد كان أهل الجاهلية يعتقدون أن نزول الأمطار وأن هذا الغيث هو بسبب القمر والكواكب في السماء، فأرسل الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليبين أن هذا الفضل هو بيد الله سبحانه وتعالى. وسنذكر ما يعترض المسلم في طهارته. أول شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. الشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره. الإسباغ هو تعميم العضو بالماء، سواء الوجه أو اليد أو الرجل. وقال النبي عليه السلام: على المكاره، أي على ما يكرهه الإنسان من شدة البرد والوجع. فإسباغ الوضوء قلنا هو تعميم العضو بالماء. وما يحدث في هذا الفصل هو أغلب الناس يلبس كثيرا من الملابس، فيجي مثلا إذا جاي يتوضأ تلقاه يطلع الفيستا ديالو ويطلع القميص ديالو فالمرفق ما يطلعوش، فتجده إذا توضأ لا يغسل اليد إلى المرفق كاملة، فتكون صلاته ويكون وضوءه باطلا وصلاته باطلة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما رأى رجلا قد توضأ وترك مقدار ظفر أو مقدار لمعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. وفي رواية أخرى قال له النبي عليه السلام: ارجع فأعد الوضوء والصلاة. فالواجب على الإنسان أنه إذا توضأ أنه يغسل مليح المرافق تاعه، وأيضا الرجل إلى الكعبين. ولا يكتفي بالمسح، لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقال الله سبحانه وتعالى، فأمرنا الله سبحانه وتعالى بالغسل لا بالمسح. والأمر الثاني الذي سنتحدث عنه إن شاء الله سبحانه وتعالى هو المسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب والنعال.